السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في مقطع افضل انمي درامي. طبعا اللي خلاني اسوي هذا المقطع اللي هو الانمي. صراحة الانمي رهيب لدرجة انه اضطرني اني اسوي هذا المقطع لانه الانمي جدا رهيب. فنقول بسم الله ونبدأ. طبعا اسم الانمي طالع قدامكم على الشاشة. طبعا الانمي عد حلقاته 11، تصنيفاته دراما، شريحة من الحياة، فوق الطبيعة. طبعا باختصار هذا افضل انمي درامي قد شفته في حياتي. يعني لو قلت لي مثلا افضل 5 انميات قصيرة تابعتها، اكيد هذا بيكون ضمن القائمة. الانمي هذا مرة رهيب. طبعا بقول لكم قصة الانمي باختصار. قصة الانمي كان في 6 اشخاص، 3 بنات 3 اولاد، كانوا حماة السلام. فاحد الايام كانت احد البنات تسأل جينتان، قالت اتوقع اسم الشخصية كذا جينتان البطل، سألته قالت له هل انت تحب ميما؟ طبعا هذه ميما برضو احد الشخصيات الرئيسية، بس انا الشخصية اتذكر اسمها، باقي الشخصيات ناسيها. فسألته قال لها لما احب قبيحة مثلها. طبعا بحط لكم صورة ميما الحين قدامكم، يسوقها لازم ترى، كان ما هي قبيحة هي. ف كذا هي نظر فيها كذا، ابتسمت. يعني صدق شخصية كوائي ورهيبة. فهذا هرب، يعني خجل منها وهرب. ميما لحقته وماتت، يعني صار لها حادث وماتت بسببه وبسبب اللي كانوا موجودين يعني. فميما ماتت، الاشخاص كبروا دخلوا الثانوي. صاحبنا ذا جينتان ما دخل الثانوي، قاعد في البيت قاعد يلعب العاب فيديو. في احد الايام يعني تبدأ قصة الانمي. ميما ترجع، روحها ما رقدت بسلام. فرجعت ميما وما يقدر يشوفها الا جينتان. باقي الشخصيات ما يقدرون يشوفونها، يعني هو يقدر يتكلم معاها، تاكل معاه، عايشة معاه في البيت كروح، هي روح. هو الوحيد اللي يقدر يشوفها يتكلم معاها، باقي الناس والبشر ما يشوفونها، هو الوحيد اللي كان يشوفها. ومن هنا تبدأ قصة الانمي، كيف يخلون ميما ترقد بسلام، هل راح ترقد بسلام او لا، ايش اللي صار، ايش الهرجة. الانمي درامي بشكل كبير، يعني الانمي حزين، الانمي حزين جدا. يعني بداية الانمي يمكن راح تدمع، بس في الحلقة الاخيرة راح تبكي. الانمي حزين بشكل قوي، بس في نفس الوقت الانمي رهيب وحبكته رهيبة، قصته رهيبة. عن نفسي اعطي الانمي 10 من 10. الانمي متكامل. انت قاعد تسمع الساوند تراك هذا اللي الحين، هذا من الانمي. يعني الانمي الساوند تراكات حقته رهيبة، قصته رهيبة. طبعا شباب الانمي قصته رهيبة، كل شيء فيه رهيب. صراحة الانمي يستاهل 10 من 10. يعني ما في شيء في الانمي يعني اقدر اقول لك انه فيه عيب. الانمي عجزت تلقى فيه عيب. باختصار شديد تابع الانمي. اذا انت شخص متابع الانمي هل تتفق معي؟ اذا عندك انمي افضل من الانمي هذا في تصنيف الدراما، او انمي بيخليك تبكي غير هذا، اكتب لي، يعطيك العافية، لانه بتابع صراحة. فاذا عندك انمي كويس سواء كان رومانسي او درامي اكتب لي في التعليقات عشان اتابعه. وبس اذا انت تابعت الانمي اعطني رايك في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في المقاطع الجاية. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، ورايك ترى رايك يهمني، اكتب لي رايك في التعليقات. يلا، السلام عليكم.